أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الحمد لله ناصر الصابرين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وعلى آله وأصحابه الأحرار. إعلان توحيد لواء شهداء البوليل على ضوء فتوى علماء الأمة في وجوب الجهاد، وعلى خلفية اجتماع قوى الشر وطواغيت الدجل متكالبين على دمائنا وأعراضنا وأرضنا وديننا. وبعد فضيحة محاولة الاحتلال الإيراني مسخ الهوية العربية للجمهورية العربية السورية، وطلي تلك الجريمة بغطاء التباكي على أطلال آل البيت البراء من المجوس الذين يسعون لإرجاع سيطرة كسرى، وما تتطلبه المرحلة الحالية من ضرورة رص الصفوف لمواجهة الخطر الداهم الذي يراد منه إرجاع الأمة إلى ما قبل الإسلام. قررنا توحيد الكتائب العاملة على الأرض ضمن لواء شهداء البوليل تحت راية المجلس العسكري في المنطقة الشرقية، كما ونهيب بالشعوب والحكومات العربية أن تتنبه لذلك الخطر المحدق قبل فوات الأوان، حيث لا ينفع الندم، فتهب للدفاع عن المقدسات والقيم العربية، وأن تنهض لنفض غبار الذل عن كرامتنا التي تمتهن بسبب تسلط الهوان علينا. الحرية لمعتقلينا، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا، والعودة لمهجرينا، والنصر لأمتنا الخالدة، والخزي والجحيم للظالمين الطغاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر.